السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللي جيتكم بوصفه الكعك تاع الغرب الجزائري. نقولوا بسم الله ونبدأ على بركه الله. هنا في غير درت فيها كيس نتاع الحليب دافي، كاس الا ربع نتاع السكر، ملعقه كبيره خميره الخبز، زائد ملعقه صغيره لافاني، ونزيدوا معهم رشه نتاع الملح، ونزيدوا معهم عطر الليمون، ونخلطوا كامل هذوك المكونات. من بعد راح نجيب لهنا 3 كيسان نتاع لافارين، ونبدا نزيد فيهم تدريجيا، وندير معاهم بطاطا خميره اللي كنت استعملت فيها الصفايه. من بعد نزيد عليهم نص كاس تاع الزيت، ونطلق هذيك العجينه تاعي. من بعد ما تزيدوا الزيت زيدوا معاهم الكاس الرابع نتاع لافارين، وخليها تخمر لمده ساعه. من بعد ما تخمر نجي نقسمها على زوج، ونبدا نشكل في الدوائر تاعي لهنايا بعد ما كنت دلقتها. لأنا بعد ما قسمتها نبدا نشكل في الاشكال لهنايا. انا كان عندي 3 اشكال. هذا هو الشكل الاول اللي بديت نقطع فيه. من بعد نبدا نزير في الاطراف حتى يشكل لي شكل الورده. شوفوا لنا هذيك الورده كيفاش خرجت. من بعد ما نكمل هذا الشكل كامل نروح للشكل الثاني. انا بوسط هذاك الصبوع صغير ندخلوا في الوسط ونشكلوا دوائر ونجيبوا لهنايا ونقمصها نقص فيه. هذا الشكل الثالث ولكن لنا ما نزيروش في الاطراف. من بعد كنهايه وكتزيين راح نجيب لهنايا البيضه تاعي اللي كنت زدت له 2 ملاعق حليب، راح نخلطهم وندلك بهم هذا الكحك تاعي، ونزيد نديروا شويه الجبن اللي كنت حمصته. من بعد نخليه يخمر لمده 45 دقيقه، وندخلوا على درجه حراره 180 درجه، وهذه وصفه نهار اليوم بعد ما طيب. وهذه نتيجه نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، ونلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.